زمان كنت بختار خطوط تصاميمي على حسب ان الخط عاجبني ولا لا، لحد ما اكتشفت ان كل خط وله شخصية. يعني في خط لابس بدلة كده وتحس ان هو قاعد على مكتب كل كلامه محسوب، وفي خط تاني لابس شورت وفانيلا تحس ان هو واقف على البحر. وعشان كده لو استخدمت الخطين دول في نفس التصميم هيوصلوا احساسين مختلفين، وده اللي خلاني اعمل فيديو كامل بشرح فيه شخصيات الخطوط وليه تستخدم كل خط، عشان بعد كده ما تختارش الخط عشان بس شكله حلو. اول حاجه احنا عندنا الخطوط المعضله اللي بتواجه اغلب الناس اللي لسه بتبتدي. مشكله الخطوط. طيب، المشكله العامه اللي دايما بتحصل دي بتحصل ليه؟ بتحصل بسبب ان الشخص اللي لسه بيبتدي ما بيبقاش عارف هيختار الخط ده بناء على ايه. يعني انا اختار اي خط احطه في التصميم وخلاص، هل هتفرق الخط ده آه كويس ولا لأ، مناسب ولا لأ؟ لأ، بالنسبة اللي لسه بيبتدي هو مش عادي، الدنيا تمام. هو عمل حط الخط وخلاص، اي خط كتب بيه في الديزاين وخلاص. ما يعرفش اذا كان اصلا الخط ده مناسب للبراند اللي هو شغال عليه ولا لأ، مناسب للمجال بشكل عام اللي هو شغال عليه ولا لأ، وايه اللي بيحصل لو انا اخترت الخط ده غلط. تمام. طيب بالراحة كده. تايبوجرافي فن علم ترتيب النصوص عشان تكون واضحة وجذابة بصريا. النص يجذب أكبر قدر من الانتباه البصري في أي تصميم، لذلك اختيار الخط المناسب ضروري. فأنا لازم أختار خط مناسب. عندي شوية أنواع للخطوط. تمام. أنا هشرح كام نوع كده بس، يعني هم أهم الأنواع. وبعد كده أنت بقى براحتك. عايزك تذاكر بعد برضو زي ما قلت لكم برضو السيشن اللي فاتت. بعد ما تخلص السيشن ذاكر السيشن اللي احنا شرحناه، وذاكر سيشنات تانية من عند اي حد تاني، دروس تانية من عند اي مصمم تاني، بس في نفس الموضوع، وما تشتتش نفسك. يعني ذاكر بس في نفس الموضوع. يعني احنا النهارده شرحنا الالوان وشرحنا الخطوط. دور على اي كراش كورس صغير يكون ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه بالكتير قوي، بيشرح الموضوع نفس الموضوع. ممكن تاخد من عنده جزئيه انا مش شرحتهاش، بس عموما هيكون هو ان شاء الله. تمام. نيجي لاول حاجه. السيرف فونت. الخطوط دي بتبقى بديل. يعني ايه بديل؟ يعني مش ملهاش ديل كده متركب من ورا، لا، لها ديل، يعني خطوط صغيرة كده نازلة في آخر الكلمة. تمام. وده بيكون بالنسبة للخطوط الإنجليزي. طبعا الخطوط العربي بيبقى فيها حاجة قريبة من ده، بس ما بتبقاش هي بالظبط. تمام. خصائص لها خطوط صغيرة في نهاية الحروف. استخدام ممكن نستخدمها في مشاريع بتكون تقليدية قوي زي الكتب والصحف. وعلى فكرة ليها استخدامات زي مثلا البوسترات. تكون بوسترات مثلا لفيلم رعب، لفيلم مش شرط رعب قوي، يعني فيلم فيه إثارة قوي، أكشن شديد. ممكن نستخدم فونت شبه ده اللي هو خطوط السيرف بشكل عام في البوسترات دي. تمام. الشخصية بتاعته كل خط بيكون له شخصية. يعني زي ما بنقول كده، في خط بيبقى لابس جرافطة كده وقاعد على مكتب، قاعد على كرسي نضيف كده ومكتب وشيك قوي. وفي خط كده ايه، لابس شورت وتيشيرت، واقف كده بالشبشب على البحر. كل خط بيبقى له شخصية. عندنا خط السيرف ده هو خط كلاسيك قوي وجدي. جد كده ده بقى اللي بنقول عليه ان هو لابس جرافطه وبدله كده وقاعد على مكتب. تمام. تاني نوع من الخطوط عندنا هو الخطوط السان سيرف. دي بتكون ملهاش ديول، ملهاش ديل وملهاش اي حاجه كده، وبتكون زي ده كده بالظبط. تمام. بتكون نظيفه وبسيطه بدون خطوط اضافيه. الاستخدامات بنستخدمها في الاغلب في التصاميم وفي المواقع. في المواقع اللي هو الويب سايتس، يعني المواقع التجاريه والمواقع اللي بتتعمل. الشخصية بتاعته عصري وبسيط وواضح. هو واضح قوي زيادة عن اللزوم. بنكتب بيه أي حاجة عايزينها تكون واضحة كده وفي
زي ما بنقول في وش اللي عايز يشوفها، يعني في وش اللي هيشوف التصميم. تالت حاجة الخطوط السكريبت. الخطوط السكريبت دي هي زي الخطوط اليدوية، زي الخطوط اللي بتتكتب بالإيد. في نوعين من الخطوط، عندنا نوعين، في حاجة اسمها سكريبت فونت وفي حاجة اسمها هاند رايتنج فونت. هما الاتنين دول قريبين من بعض، واستخداماتهم بتكون بسيطة قوي. بنستخدمها كخطوط ثانوية، خطوط بس داعمة للخط الأساسي اللي عندي. يعني أنا مثلا بكتب بخط زي السان سيرف ده جملة معينة، جملة أساسية، عنوان معين. ففي جملة تانية هتتكتب مع العنوان ده، فلازم اكتبها بفونت تاني، مش لازم الفونت السان سيرف ده. فانا بكتب مثلا بخط يكون سكريبت او هاند ريتن ده عشان ادعم الموضوع. الاستخدام بتاعها بيكون في الدعوات، في الشهادات، في التصاميم الفاخرة اللي فيها حاجات لكجري، ممكن تتكتب بيها عادي. الشخصية أنيق ورسمي وفني قوي، تحس ان هو معمول كده بيتعمل في اللوح. عندي هنا مثلا شايفين الجزء ده؟ انا عندي ده خط سان سيرف، تمام. عشان اكتب كلمة ميديا، كلمة ميديا دي مع خط سان سيرف، فانا ما ينفعش اكتب الجملتين مع بعض كده سان سيرف، مش هيكون الشكل لطيف، وفي نفس الوقت مش هيكون اتراكتيف، مش هيشد انتباهك، تمام. فعشان اعمل كده فانا هعمل ايه؟ كتبت خط هاند ريتن او سكريبت مع الخط السان سيرف، تمام. تصنيف بقى الخطوط العربية، انا عندي كام نوع كده من الخطوط العربية. في عندي خط نسخ. خط النسخ ده بيبقى في الاغلب انت بتشوفه دايما مثلا تلاقيه بيتعمل بيه مطبوعات، حاجات مطبوعة كده بيبقى شكلها عادي خالص، الحاجات اللي بتبقى متصورة ابيض واسود، كتب المدارس، الحاجات العادية دي بتبقى بالخط النسخ ده، انه بيبقى خط موثوق جدا وقابل للقراءة ومناسب للنصوص الطويلة والمطبوعات زي ما قلت. فدايما هتلاقيه معمول بخط النسخ. خط الكوفي ده بيبقى هندسي قوي، كتب بيه حاجات هندسيه ومناسب للشعارات قوي، مش دايما هتلاقينا بنعمل بيه تصاميم سوشيال ميديا والكلام ده، تمام. في الثلث الديواني فخامه وتراث ومناسب للشعارات وفاخره واحتفالات، ما علينا، اللوجوهات فاخره. الثلث الديواني ده بيبقى في الاغلب خط عربي بس بطريقه السكريبت، بطريقه الهاند ريتن ده، تمام. خط كده ليه منحنيات وشكله لطيف ومناسب قوي للحاجات اللي بتبقى ايه رسميه كده، مش رسميه وشكلها جميل كده، تمام. في بقى الحاجات اللي هي النسخ الحديث، ودي بنسميها هي بتبقى متاخده من خطوط النسخ بس متصلح فيها، متعدل على الفونت نفسه، متعدل على طريقة الكتابة بتاعته. يعني مثلا لو الخط النسخ ده اول الخط بيتكتب بشكل جزء عريض كده وبعد كده بينزل بجزء رفيع، لا، اللي عدل على الفونت مثلا خلى الجزء العريض تحته جزء عريض عادي، مفيش فيه اجزاء رفيعة كتير. فونت زي ده كده مثلا، فونت كايرو ده خط نسخ، بس خط النسخ ده اتعدل عليه، اتعدل على الزوايا بتاعته، اتعدل على المنحنيات بتاعته وطريقة الكتابة اللي كان مكتوب بها الأساسية. هو كان مكتوب مثلا الجزء بتاع التاء ده كان صغير، اللي عدل على الفونت نفسه طوله لفوق كده شوية، فعدل على طريقة الكتابة بتاعة الفونت، تمام. وبالمناسبة الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت دي هي اسمها تشريح الفونت او تشريح الخطوط. فاحنا بنشرح الخط نفسه ونعرف هو اتكون ازاي. ممكن الحاجات دي مش مناسباكم قوي، بس بشكل عام انا بحاول ان انا اشرحها لكم عشان تفهموا اصلا احنا ليه بنختار الخط. انا كل ده ولسه ما اتكلمتش احنا ليه بنختار الخطوط، بس قلت لكم على اغلب الخطوط احنا بنشتغل بيها في ايه او بنختارها لايه، تمام. طبعا اخر نوع وده اكتر نوع دلوقتي احنا بنشتغل بيه الخطوط الديسبلاي اللي هي خطوط الديكور. بنستخدمها بقى في البوسترات وفي الحملات وفي ديزاينات السوشيال ميديا وفي كل حاجة حرفيا دلوقتي، هي احدث خطوط واحدث حاجة. وفي نفس الوقت هو الخط اللي احنا شغالين بيه ده خط ديسبلاي اللي احنا كاتبين بيه الكلام دلوقتي ده،
ده اسمه خط ديسبلاي. خط بيكون واضح صريح قوي، الخطوط بتاعته شكلها لطيف وفيها منحنيات ومش حادة قوي. تمام. طبعا نيجي بقى اللي بعد كده الحاجة اللي بعد كده هي الدلالات وسيكولوجية الخطوط العربية. كل خط له برضو سيكولوجية، زي ما اتكلمنا عن الألوان. لو أنا زي ما قلنا في الألوان من شوية، لو أنا مديك عامل لك حاجة لبراند بلون، انت عشان تحس بيها وتحس بالبراند ده. تمام. فدي اسمها سيكولوجية. يعني انا مش عايز اكبر الكلام، وبحاول ان انا يعني اجيب اقل مصطلحات او ابسط مصطلحات عشان احاول ان انا ابسط الدنيا يعني. تمام. فسيكولوجية الخط زي سيكولوجية اللون. انا لما اشوف خط شكله زي كده مثلا، ايه اللي انا هحس بيه او ايه اللي هيجي في بالي؟ ده اسمه بلايفول تايبوجرافي او تايب فيس. ده البلايفول ده بيكون معمول في الاغلب للاطفال، الحاجات اللي فيها بوسترات طفولية او اعلان لحاجة تخص الاطفال، ففي الاغلب بتكون بالفونت ده. تمام. طبعا زي ما قلت اهو، الخطوط بتاعت الأطفال الخصائص بتاعتها بتكون منحنيات ناعمة وودودة قوي، السماكة متوسطة، ما بتكونش يعني لا تخينة قوي وشارب وحد قوي، ولا رفيعة قوي فبتكون لوكجري. طبعا الخطوط اللي بتكون رفيعة قوي دي وبيتكتب بيها بشكل رفيع كده خالص، السماكة بتاعتها بتكون رفيعة، دي بتكون خطوط فاخرة. بتتعمل بنشتغل بيها البراندات اللي عاوزة تبين الفخامة، زي مثلا براندات الذهب والمجوهرات. أي حاجة فيها مثلا حاجة فاخرة زي مثلا ساعة نظيفة غالية، بنكتب لها بخط بيكون رفيع كده. دايما تلاقي البوسترات بتاعت الساعات الغالية أو الحاجات الفاخرة دي، تلاقي الخط مكتوب فيها خط رفيع، ما بيكونش خط حاد قوي كده وبولد، لا لا، بيكون خط رفيع كده وشكله جميل. تمام. طبعا زي ما قلت خطوط الاطفال الامثله البراندات سبيستون تستخدموا خط عربي منحني ومرح. براعم. اي حاجه تخص الكرتون والحاجات الاطفال هتلاقي دايما الفونت بتاعها خط بلاي قوي كده، خط بيتحرك، تحس ان هو بيتحرك كده لما بتشوفه. تمام. طبعا بعد كده الخطوط الحكوميه والرسميه. الخطوط الحكوميه والرسميه زي ما قلنا ان كل خط له شخصيه وبرضه له سيكولوجية. فانت لما تشوف خط زي ده مثلا مكتوب بيه لحاجة حكومية او حاجة رسمية، فانت مش هتستوعب ايه اللي بيحصل، هتحس ان في حاجة غلط على طول. فلازم عشان كده الخط بتاع الحاجات الرسمية بيكون خط شارب، خط شارب قوي زي كده. بيكون ده زي ما قلنا، ده خط سان سيرف. تمام. ليه زيول بس زيول بسيطة خالص، خط سيرف قصدي. تمام. بيكون الخط واضح وشارب قوي، المنحنيات بتاعته مفيش فيه منحنيات، كله حاد 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 قوي، مفيش فيه اي منحنيات. تمام. دي النقطة برضو بتاعت الخطوط الرسمية، لازم الخط يكون واضح قوي وخط شارب جدا. بعد كده الخطوط الإبداعية، في خطوط بقى كتير يعني مهم ان انتوا تكونوا عارفينها ومهم ان تشتغلوا بيها. زي مثلا خط ال تي بكرة. خط ال تي بكرة ده من الخطوط الجميلة الناس كتير بتشتغل بيها او بنشتغل بيها بشكل عام في اغلب المجالات، لان الخط بيكون خط واضح وخط الى حد ما رسمي، فبينفع في استخدامات كتير. خط بينج اي ار زائد ال تي ده، الخط ده بيكون جميل برضو، وبرضو بنستخدمه في حاجات كتير، وده بالمناسبة هو اللي مكتوب بيه البرزنتيشن دي. تمام. طيب، هل في قواعد لاختيار الخط وان احنا ننسق الخطوط دي مع بعضها؟ اكيد اكيد في. تمام. القاعدة الذهبية اللي بنشتغل بيها دايما في اختيار الخطوط: اقل افضل. يعني ايه اقل افضل؟ يعني كل ما اختار خطوط اقل في الديزاين اللي انا شغال عليه،
كل ما كان الديزاين افضل. تمام. طيب بالشكل اوضح اكتر من كده، انا دلوقتي عندي فونت واحد بس في الديزاين. هنا مثلا عندي فونت واحد بس اشتغلت بيه، هو خط بينج ده، خط واحد بس، اشتغلت بالاوزان بتاعته. زي لو انتم مش عارفين يعني، كل خط بيكون له اوزان، رفيع زي بالعربي خالص اهو، رفيع ووسط وتخين، اللي هو مثلا لايت، ريجولار او ميديوم وبولد. تمام. ده الخط تخين. فكل ما استخدم خط يكون له اوزان اكتر، كل ما يكون افضل. طيب لو انا ما عنديش الا فونت واحد بس، لو انا ما عنديش الا فونت واحد بس وحابب ان انا اشتغل بيه، آه ما عنديش الا فونت واحد بس والفونت ده ملوش اوزان كتير وحابب ان انا اشتغل بيه، طيب اختار الفونت ده واختار معاه فونت تاني يكون مناسب معاه. زي مثلا هنا انا مختار مثلا الفونت ده، هختار فونت كمان معاه، بالكتير قوي اختار 3 خطوط في تصميم واحد بس. بالراحة، انا عاوز ال3 خطوط دول يكونوا مناسبين مع بعض، ما يكونش خط من الشرق وخط من الغرب. نكمل الجزء اللي بعد كده. احنا عندنا مواقع بنحمل منها الخطوط عشان نشتغل بيها. تمام. عندنا بعض المواقع وافضلهم طبعا عرب فونتس. احنا هنعمل ايه؟ هندخل كده على الفونت عشان اللي مش عارف الفونت اصلا بيتسطب ازاي. عرب فونتس. تمام. وهدخل اهو على الموقع، اختار الخط اللي انا عاوزه. انا عاوز خط مثلا دلوقتي، مثلا خطوط عربية جديدة دي اختارها، وعايز اختار خط مثلا عايز اختار فونت يعني ينفع او ينفع تشوفوه بشكل عام. بسم الله. عسل مثلا. بدور على الفونت اللي انا عاوزه، او لو انا عاوز فونت معين ممكن اكتب اسمه هنا. تمام. اكتب اسمه زي ما انا عاوز، مثلا هاجرد، بس هاجرد اكيد مش موجود هنا. فبختار الفونت ايا يكن بقى الفونت ده ايه اللي انا محتاجه، وبعد كده باجي هنا بنزل تحت، بنزل تحت واشوف الاوزان بتاعت الخط دي، انزل عندها. بعد كده بحمل الملف المضغوط تحميل. خلاص كده اتحمل عندي اهو. عايز احمله بس في فونت اهو. سيف. تمام كده الفونت اتحمل عندي زي الفل، ملف مضغوط. اروح افك الضغط بكل بساطة اهو، واخش على الفونت نفسه اهو، ملف الفونت احددهم كلهم كده. بعد كده كليك يمين، شو مور اوبشن، وبعد كده انستول. هو بيقول لي ان هو متحمل عندي، متسطب عندي قبل كده، اقول له يس يا عم ماشي سهل، مفيش مشكله. كده خلاص الفونت اتسطب عندي. تمام. بس كده هي دي الطريقه اللي انا بسطب منها الخطوط، اي حد بيسطب منها الخطوط. طبعا في طريقه تانية، فونت بيز، بس انا ما بشتغلش في فونت بيز بصراحه دلوقتي. كنت بشتغل بيه الاول وكان عمل معايا مشكله كده، ما بقتش بشتغل بيه. فونت بيز ده برنامج او ابلكيشن كده بينزل على على الجهاز، هو فور فري عموما. بتحط عليه الخطوط، تاخد الفايل بتاع الخطوط بتحطه عليه. تمام. بيبتدي ان هو يستعرض لك كل الخطوط اللي موجودة عندك على الجهاز، وفي نفس الوقت بيشغل لك كل الخطوط اللي عندك على الجهاز على كل الابليكيشنز اللي عندك على على اللابتوب. يعني مثلا لو انا عندي فوتوشوب والستريتور وانديزاين وبريمير وافتر افكت وورد واكسل وشيت وكل البرامج دي، كل البرامج دي فونت بيز بيشغلها عندك على الجهاز. تمام. من غير ما تعمل انستول وتاخد من مساحة الجهاز بتاعك. لو انت مساحة الجهاز بتاعك صغيرة مش كبيرة، فانصحك ان انت تستخدم فونت بيز.
هتحط عليه الفايل بتاع الخطوط اللي عندك بعد ما انت حملتهم، تروح تسحب الفايل بتجيبه على الجنب ده في حتة اسمها فولدرز اهي، بتروح تسحبه عليها. لما الخطوط تنور كلها اخضر بالشكل ده يبقى الخطوط كلها شغالة. تمام. ده انا بشرح لكم برضو فونت بيز وهو مش عندي، بس انا بشرحها لكم. دي النقطة بتاعت تحميل الخطوط وفونت بيز. طيب النقطة اللي بعد كده المواقع بتاعت الخطوط. في اكستنشن كده برضو عشان لو انا مش عارف اجيب المواقع بتاعت الخطوط كلها، في اكستنشن كده صغيرة من عرب فونت اسمها بروتاب. تمام. بروتاب اكستنشن من عرب فونت. الاكستنشن دي عليها كل حاجة حرفيا انا محتاج ان انا احملها واشتغل بيها. عندي مثلا الخطوط اهو، فونتس، كل مواقع الخطوط متجمعة في مكان واحد. مواقع الصور كلها متجمعة في مكان واحد. سكرين شوت اهي عشان اسيبها لكم على الجروب عشان تبقوا عارفين اسم الاكستنشن. الاكستنشن بكل بساطة انا بروح على جوجل بكتب برو تاب اعرف فونتس اكستنشن. تمام. وبروح على الاكستنشن كده وبسطب، بدل ريموف دي فبسطبها تشتغل معايا، تبقى معايا فوق كده فيها كل المواقع لكل حاجة حرفيا انا هستخدمها. انسبيريشن، فوتو، ايكونز، ايكون عايز احمل ايكون او اي حاجة، حاجات فيكتور، الخطوط، الموك ابس، كل المواقع متجمعة في مكان واحد، بدل ما اقعد ادور على اسم الموقع واقعد افتكر فيه ومش عارف ايه. لا انا بدوس على هنا كده بس واروح على مثلا ده فبختار، فبيجيب لي الموقع بتاع الخطوط اللي هو 1001 فونت. ده موقع تحفة برضه، عليه خطوط جميلة، بس هي كل مشكلته ان الخطوط اللي عليه كلها انجليزي بس ما فيهاش خطوط عربي. تمام. دي النقطة بتاعت الخطوط. طيب بعد كده معانا جزئية مهمة، هي في الكتابة نفسها بقى. لما اجي اكتب بالخطوط دي، طريقة الكتابة بتكون عاملة ازاي لو انا معايا خطوط، معايا تكست كتير. في حاجة اسمها برضو في التكست تسلسل هرمي، ان انا اكتب جملة بخط كبير زي كده اللي هي بيبقى اسمها العنوان او الهيدلاين، وبعد كده جملة بخط اصغر السب للهيد ده سب هيد او سب تايتل. تمام. وبعد كده الجملة التالتة بخط اصغر منهم كمان. طيب التصغير اللي انا بصغره ده بيكون عشوائي، يعني انا بمسك الخط كده وبصغر حجمه كده بطريقة عشوائية؟ لا طبعا، احنا بنصغر الحجم للخطوط وللعناصر بشكل عام بحاجة اسمها النسبة الذهبية. النسبة الذهبية أنا مش هنشرحها دلوقتي بشكل مفصل، بس هنشرحها بعدين. بس هي النسبة الذهبية هي رقم 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 عادي بنضربه أو بنقسمه على الحاجة اللي احنا محتاجينها. يعني مثلا أنا عامل ده الفونت بتاع التايتل ده برقم معين، مثلا ب20 بي تي او 20 بوينت بشكل عام. تمام. ال20 دول لما اقسمهم على الرقم بتاع النسبة الذهبية اللي هو 1.618 او 1.618 من 1000، لو قسمتهم عليه هيجيب لي الحجم بتاع الفونت اللي بعده ده او بتاع الكتلة اللي بعده بتاع السب تايتل دي. يعني انا العنوان عندي رقم مقاسه 20، انا نشرحها عملي. انا هجيب فونت تكست عادي اهو، حلو، لونه بس يكون اسود كده مثلا، احطه في النص كده. حلو. انا عندي الفونت ده مقاسه كام؟ 30. ده مثلا العنوان بتاعي. حلو. عايز بقى اعمل سب تايتل. السب تايتل اللي تحته ده هيكون 30 على، بصوا هنا كده، على مقاس الخط على 1.618 من 1000. وبعد كده ادوس انتر هيديني مقاس الخط اللي بعده اللي هو السب تايتل اصلا اهو. تمام. عاوز اعمل بقى كمان فونت كمان او تكست كمان بعده، فانا هروح بقى اخد التكست اللي انا عملته ده اللي هو بتاع السب تايتل واقسمه على النسبة الذهبية تاني على 1.618.
اهو ده 1.618. فكده اداني المقاس التالت بتاعي. كده انا بقى عندي عنوان وسب تايتل والجزء التالت اللي انا بكتب بيه. تمام اهو كده التقسيمه مظبوطه عندي. حتى لو كبرتهم هما كده كده ما بينهم نسبه، فيفضل عندي العنوان هو اكبر حاجه، والسب تايتل الحاجه اللي بعدها اللي انا هقدر اشوفها، وتالت حاجه هي الحاجه الاخيره اللي انا هقدر اشوفها. وده اسمه تكست هيراركي، ان انا عملت تسلسل هرمي ما بين الاجزاء بتاعه الخطوط عندي، وفي نفس الوقت عملتها بنسبه، ما عملتهاش بشكل عشوائي. خش على اللي بعد كده. المعادله السحريه: الخط المناسب بيساوي شخصيه البراند زائد الجمهور المستهدف زائد الوضوح زائد المرونه. يعني لو انا عندي براند معين انا هشتغل عليه، انا بختار الخط بناء عن ايه؟ بناء على الحاجات اللي احنا شرحناها من شويه، وبناء على شخصيه البراند اللي انا شغال عليه. خط البراند ده رسمي، مثلا براند محامي، شركه كبيره رسميه قوي بتكلم الناس بلغه رسميه، فانا بختار الخط يكون شارب وحاد ورسمي قوي عشان يناسب البراند، ويناسب كمان الجمهور المستهدف اللي هيشوفها. يعني لو حاجة رسمية قوي فهي بتخاطب برضو فئة معينة من الناس، لازم توصل لهم الإحساس بالخط. لازم زي ما قلنا في حتة إن أنا لو كتبت لجهة رسمية بخط خط طفولي بيكون في لعب كتير كده وحركات، الناس هتستغرب من اللي بيحصل، أو هتستغرب من البوستر أصلا، وهتحس إن في حاجة غلط ومش منطقية.